كل فرصة مهمة بنشوف فيها نجم لازم نقرب منه، ولازم نعرف تفاصيل أكتر عن مشاريعه وعن حياته وعن إحساسه بالفن واللي اداهوله وإيه اللي خده منه. النهاردة كانت دي الفرصة اللي موجودة علشان نقرب من نجم كبير نمبر 1 زي ما بيطلق عليه، وهو محمد رمضان. تابعوا حلقتنا النهاردة من الأقصر ومن معبد الأقصر مع نمبر 1 محمد رمضان. نمبر 1 ملك واقف خايف، تعالى هنا شايفك سارح تايه وسطنا، لو كنت لما ولا بيهمنا هنسيطر ونغير الواقع. احذر يا طفولة الأسطورة معاك، دخلك حياتك عملك إزعاج، عقلك في راسك هتعرف خلاصك، وإن اللي داسك كشاف وعماك. نمبر 1 نمبر 1 اعتدنا ان احنا نعمل للمكرمين لقاء في معبد الاقصر، لانه جزء من دور المهرجان، قد ما هو بيقدم جزء ليه علاقه بالصناعه وخدمه الصناعه او الترويج السياحي للمدينه اللي بيقام فيها. فلما يبقى في معانا نجم زي حسين فهمي استاذنا الكبير، او زي محمد رمضان النجم المعروف في اثار مصريه، بيساعد دوت على الترويج للاثر وللمدينه. رحبوا معنا بالنجم المصري الكبير محمد رمضان. ألف مبروك. مساء الخير، وكل دورة واحنا كلنا بخير وبصحة وسلامة، وكل الشكر لإدارة مهرجان الأقصر، الأستاذ محمود حميدة. شرف عظيم وجايزة في تاريخي إن استلمت جايزة كممثل في يوم من الأيام من نجم كبير وممثل قدير الأستاذ محمود حميدة. وبشكر الأستاذ سيد فؤاد مؤلف فيلمي القادم ورئيس المهرجان. بشكر الأستاذ مجدي أحمد علي مخرج فيلمنا القادم أيضا. وسعيد بوجودي جدا جدا، وكل الشكر لأهل الأقصر، وسعيد بوجودي زي ما قال الأستاذ هشام نزيه، قال جملة عظيمة إن وجودنا هنا بجد بنحس إن إحنا يعني محتاجين نحافظ على اللي عملوه جدودنا بالادوات بتاعتنا بتاعت النهارده. هم زمان اشتغلوا فن اخر بمقاييسهم، اللي هو فن المعمار وفن الفنون العظيمه اللي فضلت عايشه وخالده. احنا كمان بنقدم شيء هيفضل عايش يمكن اكتر من اللي عملوه الفراعنه، وهو الفن والسينما. ثابت ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع. ما بخافش من التخبيط، لو في كلاكس اعمل مش سامع. لو طلبت بيع هنبيع، عمرنا يوم ما هنشتري بايع. على الارض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع. طبعا سعيد بوجودي في مهرجان الأقصر، وسعيد بوجودي وسط أساتذة كبار أنا اتعلمت وحبيت الشغلانة منهم، زي الأستاذ محمود حميدة، الأستاذ مجدي أحمد علي، الأستاذة هالة صدقي، كل النجوم اللي موجودين وناس بيحبوا الفن بشكل حقيقي. الأستاذ سيد فؤاد راجل سيناريست خريج معهد السينما قسم سيناريو، راجل فنان
وعنده انتماء قوي جدا لشغله، بيحب شغله ورفيق رحلة. يعني أنا أعرفه من وأنا لسه بحبي، وهو كان من الناس المؤمنين بيا جدا. فكرة التمثيل أنا بحس إن هي غريزة جوه، يعني في شخص ممثل وفي شخص مش ممثل. الشخص الممثل لما يعني وده يعني بوصي من خلال مكاني هنا كمان عن موضوع دور مسرح المدرسة. أنا لولا مسرح المدرسة عمري ما كنت هكتشف إن أنا عندي هذه الغريزة، ولكن كانت هتخرج، فممكن تخرج في أشياء خاطئة، لأن أنا كنت عمري ما هعرف أعيش من غير ما أكون ممثل. بس بحمد ربنا إن أنا اتحطيت في الطريق السليم، مسرح مدرسة. لقيت نفسي في المسرح، الطاقة المكبوتة جوايا لقيت ان ده المكان الوحيد اللي بتخرج منه. كنت سعيد جدا طبعا. كان رئيس لجنة تحكيم الناقد احمد عبد الحميد رحمه الله، كان نائب رئيس التحرير في جريدة الجمهورية، كتب سطر في جريدة الجمهورية: الكشف عن عبقرية كوميدية بازغة هي الطالب محمد رمضان. ويعني وكان منزل لي صورة في صفحة يعني صفحة الفن، ومكتوب تحتها محمود رمضان، بس كان جوه المقال مكتوب محمد رمضان. فالجورنال ده كان رفيق رحلتي ايضا. كان كل مخرج بروح له ما كان معاه شنطه كروس كده لازم اطلع الجورنال، وطبعا لما يبقى مخرج كبير فبتوتر، فساعات الصفحه بتتوه، فبقول له دور انت هنا وانا ادور هنا تلاقي صورتي ده. فعايز اقول له ان انا مش شخص معدي من قدام المسرح مثلا فقلت ادخل اجرب حظي، لا انا ممثل وخدت افضل موهوب في مسرح المدرسه. ومن هنا بدأ الحلم التمثيل واكتشاف هذه الغريزة، ان لقيت ان في جوايا حاجة ما بتخلينيش انام قبل ما ادخل مسرح، ان ببقى حريص ان تاني يوم وانا مثلا في اعدادية ايه اللي انا هقدمه لاصحابي في الفصل تاني يوم. فمثلا ابقى افكر ان انا بكره هقلد لهم الراجل بتاع العيش المكسر اللي بيعدي في الشارع، الراجل بيقول العيش. اليوم اللي بعده هقلد لهم مثلا مدرس بيتكلم بطريقه مختلفه شويه في المدرسه. لما دخلت المسرح اكتشفت ده، ان انا الحمد لله عندي هذه الغريزه، وبدات اسعى وقدمت. دخلت من خلال الباب الشرعي للفن وهو المعهد العالي للفنون المسرحيه، ولكن لم يتم قبولي في اول سنه. ولكن انا بشوف من الغباء ان انا اجرب افتح بمفتاح فما يفتحش، فاقعد اعافر لحد ما ابوظ المفتاح وابوظ الكالون، فعلى طول المفتاح ما فتحش، شوف مفتاح غيره على طول. فانا قدمت في معهد الفنون المسرحيه ما نجحتش، ولكن بعد النتيجه اللي هو فيها انا لم يتم قبولي باسبوع كنت ملتحق بمسرحيه قاعدين ليه مع الله يرحمه الاستاذ سعيد صالح، ومنها خدني الدكتور سمير سيف مسلسل السندريلا، ومنها الأستاذ عمر زهران لمسلسل رشحني لحنان تركو مسلسل اسمه أولاد الشوارع، ومنهم اتفرج على المسلسلين كلمني محمد العدل المنتج السينمائي، ومضيت معاه عقد زي إدارة أعمال، واشتغلت معاه مسلسل اسمه في إيد أمينة. اترشحت الفيلم، مش هذكر اسم الفيلم ولكن يعلمه أستاذ محمود حميدة، وكان الترشيح من أستاذ محمود حميدة والتوزيع رفضني. كان الأستاذ حميدة مرشحني البطل اللي قصاده كان شخصية ضابط صغير، والتوزيع رفضني، وانا ما اتضايقتش ولا الموضوع عمل لي عقدة نفسية، لان هم عندهم حق. انا ما في هذه الفترة كان في بعض القرايب ما يعرفونيش يعني. وخطوة الحمد لله رب العالمين اشتغلت مع أستاذ يسري نصر الله احكي يا شهرزاد تأليف الأستاذ وحيد حامد، وفي نفس الوقت كنت ماضي فيلم إنتاج الأستاذ جابي خوري إخراج عاطف حتاتة وتأليف ناصر عبد الرحمن ما تمش، ولكن عملت الشوق مع الأستاذ خالد الحجر. ثم فيلم أنا بعتز بيه جدا، فيلم اسمه الخروج من القاهرة، فيلم مستقل، سينما مستقلة، وخدت منه جايزة أحسن ممثل. واحكي يا شهرزاد خدت منه جايزة أحسن ممثل في مهرجان